سمعت قصة البنت اللي تريد حل لموضوع أنها تخاف حد يزعل منها. أنا قصتي تقريبا مشابهة لها، ونفس الشيء أريد أقرأ إجاباتهم وعسى أنها تفيدني. نشرب الشاي وأخبرك قصتي. أنا إذا حد زعلان من شخص أحاول أصلح بينهم، إذا صارخ على الثاني أو صارت مشادة بينهم ألطف الجو وأدور أعذار للطرف الثاني، ومرات يكون الشخص مش موجود ألقى له عذر عشان اللي يتكلم معاه ما يزعل منه، وما أترك الأمور للزعل أو أقول ما لي خص. وإذا خلاص وصل بينهم الزعل أصلح بينهم من غير ما يدري الطرف الأول بالثاني، والعكس صحيح. وأفكر فيهم نية للنقطة المهمة والأهم، ليش إذا صار لي أنا ما حد يتدخل وما حد يصلح بيننا ولا حد يحاول ولا حد يفكر. بالعكس أنا أروح أقول لصديقي أو أخوي يا فلان روح قولها هذا الكلام على أساس أنك أنت اللي قايل مش أنا، أو أبعث لها رسالة على أساس أنك أنت مش أنا، ولا تجيب اسمي عندها. يمكن هذا طبع فيني، بس لين متى وأنا أراضي الناس أفكر في رضاهم وأنا ما حد يفكر فيني. وعلى فكرة إذا طرشت شخص أو مسج الكلام يكون لصالح الطرف الثاني ويرضى عني. أنا عجزت أفهم نفسي والقى لها حل. في النهاية أنتظر منكم الحل.